يا عبد الرقيب، استحقي بدون دوشة، بدون صجة، بدون محكمة، بدون أي إنسان. يضحكوا علينا، يضحكوا علينا الناس. أب وابنه يتشارعوا على الفلوس. حقي شقى عرقي، اشتغلت والآن أنا مريض تعبان. أستحقي أطالب بحقي. حقك لك، والله يبارك لك. ما فيش بقلبك رحمة، ما رحمت لا أخوك ولا أخوانك ولا أبوك ولا أختك. أنت إنسان ماني داري يا ربي من أي طينة خلقك، من أي طينة خلقك. لا ترحمناش، إحنا نرحم أبوك، ارحم أبوك اللي على فراش الموت يلي ما تخاف الله. تقول يطلع صنعاء أبي بحالة رجله انتهت، رجله ماتت يا عبد الرقيب. ما عاد تحتاج عملية فتح شرايين، رجله ماتت. أنتم عارفين الشعور لما أنا أجارح لأبي وأشوف رجله ميتة، جزء من رجله ميت، جزء من أبوكم ميت وهو على قيد الحياة. معفنة رجله ماتت يا رب، رجله ماتت، أبي رجله ماتت يا عبد الرقيب. الله يقتلك، الله يجاهدك مثل ما جاهدكنا، هددكنا، خوفكنا، تعبنا منك، ما عاد نخافش الآن خلاص، احنا ميتين من الداخل. أنا كل يوم أشوف أبي كيف ينتشر المرض ببطء، كل يوم أتسلف من الصيدليات، كل يوم أتسلف من أمي، من أخوالي، من جدي، عشان أدفع العلاجات حقه اليومية. إبرة ب12,000، إبرة ب7,000 إبرة، علشان هذا فقط يمنع الانتشار. هذا العلاجات علشان يمنع الانتشار. ما قدرناش نوفر حق العملية. اتقوا الله، أبي ما طلعش يجعد من أحد، أبي يشتي حقه، أبي يشتي يتعالج من حر ماله وله الحق في ذلك. ليش المماطلة يا وزير العدل؟ هذا جاه عندك، ليش المماطلة؟ القضية واضحة وضوح الشمس. اتقوا الله فينا. الآن حتى رئيس القبيلة فلت لنا، قال لنا في ناس يدخلوا يهددوا ومدري ايش، ترك الموضوع. قال بيطلع أبي صنعاء على حسابه. قلت له تمام، تعال اقنع أبي وطلعنا أبي عنيد ما يشتيش إلا من بيسو، ما رضي يشتي من بيسو. قال يشتي يبيع البيت، يتعالج ويشتري بيت صغير هنا ونعيش احنا القصر تحت ظله. هذا كلام أبي مش كلام أنا. الآن أنا اللي واقفة معاهم، أنا واقفة معاهم. كم جهدي أوقف، كم تعبت أنا، ما أقدر أعمل أبي العملية، ما أقدر. قال يطلع أبي صنعاء، قلت له تعال وأنا أقنع أبي ونطلع صنعاء سوا، مع إنه أبي رافض. متى نخرج لحل؟ متى نخرج لحل؟ أبي يشتي يعمل العملية، أبي يشتي يتعالج بأحسن مكان. الآن رجله ميت انتهت. اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا. تعبنا من الظلم هذا، تعبنا من الظلم. عبد الرقيب يهددنا ويقول يحملنا المسؤولية، عاد يعمل رسائل ويهددنا يحملنا المسؤولية. إن أنت ما تستحاش على وجهك، إن أنت عاد فيك ذرة حياة. لك شهرين واحنا نطالب بعملية لأبي، تجي الآن تقول إذا ما طلعش صنعاء ب20,000 هذه نحملك المسؤولية، وأبي هو اللي رافض يطلع بال20,000 هذه. على ما تكذب، لا تدالوش منك، ارسل له هنا لا ابن، اعمل له العملية هنا في ابن. ليش عاد اللي يطلع له صنعاء تبهذله وتقعقعه ولا تعمل له إبرة الرحمة ولا إيش؟ ليش عادك تتعب طول الطريق هذه لا صنعاء وهو ما عاد يحتاج صنعاء؟ رجله اللي يقول لك منتهية يشتي له بدر وخلاص. فتح الشرايين ما يحتاج لرجله تعبانة، إلا له الرجل الثانية
عبد الرقيب على من تكذب؟ كذبك وكل شي لك مفضوح. تقول اختطفنا أبي، عملنا 1000 فيديو وأبي يتكلم، سألوها الإنس والجن الصغير والكبير يسأله أنت ليش هنا في ليش ما جلست في الحدودة؟ الناس كلهم أنت اشتا تجلس، وفيديوهات واخوانه اعمومي يسألوا هذا الكلام. تشتا ننزلك عند عبد الرقيب يقول لا يدمرني يقتلني. أبي واضح كلامه للجميع، الحمد لله إنه عاده حي ولسانه حية. تقول اختطفته، في بنت تخطف أبوها، في معك خبر يضحكوا عليك الناس، ما فيش معك كلام، ما فيش معك حجة، ما فيش معك مبرر، هذا أبوك يا عاق. يكفي لحد هنا، انصفوا لنا ووقفوا معنا، يكفي تعبنا. أبي الآن بآخر أنفاسه، وهذا يجي يزيد يهدد يقول أنا أحملك المسؤولية إذا صار لأبي شيء. بكل عان وقحه، بكل عان وقحه. أني مخبرية ولاحظت على مرض أبي وعاد زي ظفري، عاد الغرغرينة زي ظفري. شميت الريحة قلت لهم ودوها المستشفى، لهي بداية غرغرينة، وطلع فعلا. كلمتك يا عاصي الوالدين، كلمتك لا جيت زرت أبوك. الآن كم لنا هنا؟ 1 و4 شهور. هل جيت زرت أبوك بمرة؟ هل جيت زرت أبوك مرة من المرات؟ ولا اتصلت ورفعت سماعة كيف حالك يا أبي كيف أنت؟ مو تحتاج